نظمت جمعية الورود المستقبل لولاية البليدة وتحت إشراف مديرية شباب والرياضة لولاية البليدة مسابقة وطنية في صناعة الخبز الجزائري بكل أنواعه، وهذا بالمركز التسلية العلمية باب الزاير تحت تشريف لجنة تحكيم كل من الشاف ميدو، الشاف راشا، والشاف زولا. وكانت هذه المسابقات بمشاركة نساء سيدات من مختلف ولايات الوطن. كما صرح أعضاء لجنة التحكيم المبادرة هذه ليست في المرتبة الأولى ولا يوجد فائز، والمهم المشاركة، وكل واحد له ذوق وميزة رائعة على حسب المناطق الجزائرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نبدا يعني الكلمه تاعي بالشكر الكبير للسيده حفيظه على الدعوه وعلى تنظيم هذا المهرجان هذا تاع الخبز، يعني اللي يعتبر من اصعب يعني المهرجانات والمسابقات اللي نداروا يعني في التراث الوطني. باسكو الخبز ماشي كيما نقولوا لوريونطال اللي الناس كاع متمكنها فيه، يعني في الحلويات التقليديه ولا سواء لا باتيسري. عندنا في الخبز يعني سي ان بو ديليكا. الوغ نشكرها ونشكر كل الاعضاء المساهمين اللي كانوا لهنايا وسهروا باش المهرجان هذا ينجح وجات يعني في الامبيونس فاميليال، وان شاء الله يعني نكونوا وفينا ويعني عرفنا الخير كان المتواضع ان شاء الله نكونوا عرفنا الخير، يعني اللي كانوا في المستوى يعني ما شاء الله. انا البارح وشفت حاجه اللي عجبتني بزاف، انه يعني نساء سيما دي زاماتريس اللي يخدموا خدمه كيما هذه ما شاء الله. يعني شفنا تنويع، شفنا بزاف عبايس اللي يعني يشوفوهم. كما تم تكريم المشاركين الفائزين الثلاث كأحسن مادة خبز وتتويجهم من طرف رئيسة جمعية ورود المستقبل السيدة حفيظة قاسمي وإطارات قطاع الشباب والرياضة بالولاية. المرتبة الثالثة تتقدم السيدة 10 9 8 7 6 5 4 3 2. المرتبة الثالثة السيدة إبراهيم عائشة. تتقدم إلى المنصة تحت فئتكم وزارت عليها المرأة الجزائرية الأصيلة في هذه المسابقة. تتقدم السيدة فريدة نور علي رئيسة الفيدرالية المرأة الماكفة في البيت وصناعة التقليدية والحرف. ميكروفونيا وفي التنشيط فنان محفوظ الزهراوي دانيال في جو حماسي أخوي مع أخذ صور تذكارية بين المشاركين لجنة التحكيم وإطارات سامية، لا سيما الحضور والعائلات التي كانت حاضرة في هذه المنافسة. شكرا للسيدة إبراهيم عائشة الحاصلة على المرتبة الثالثة في هذه المسابقة، مسابقة من مجال الوطني للخبز الجزائري. فألف مبروك لسيدات الجزائريات صاحبات الأنامل الذهبية المبدعة في بيتها ووطنها، مع المزيد من النجاحات والتألق في المجال الحرفي.